السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي. هتعمل ايه يا ام وعد؟ النهارده ربنا رزقنا من وسع، وكان مطلوب مننا شوية رقاق، فما ان بقى ربنا رزقها علينا فقلت اعمل لها لقمة. الصراحة شقيانة وتعبانة. الرقاق بسم الله ما شاء الله. ادي الرقاق بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ادي كان يومنا في الشغل. طبعا احنا بنستنى اليوم ده بفارغ الصبر، فربنا كرمنا النهارده بشوية الرقاق دولت. يعني زبونة ايه طالباهم تاكل فيهم عيش، فما احنا بقى قلنا ايه نرجع لمرجوعنا تاني. مالك؟ ما انا هعمل لك فراخ اهو. هعمل محسساني ان انا اللي هاكل لوحدي. هعمل صينية بطاطس يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. القطة بتاعتنا كانوا بص كنت راميهم في الفريزر، طلعناهم ضربناهم. وادي الرز وادي الشعريه. حبايب قلبي دي مش فرخه كامله عشان هي مش هيضحك عليها طبعا واقول لها خدي واركب حاله، لا دي نص فرخه العيله كلها هتاكلها. يلا ولعي يا غالي اهو. افرحي افرحي يا حبيبتي افرحي. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. يا سلام ده يا بنتي يا مستعجله بتولعي عشان تعملي الرز على طول. شايفين الجوع يا حبايب قلبي، بالرغم ان انا مفطراها. كان عندنا قرنبيط بايت من بالليل وعملنا فول بقوطه وفطرت. ومنه ده حاجه والغدا حاجه يا حبيبتي. الغدا فيه مد ايه؟ ان شاء الله يا رب يكون جنايح انا راضيه بيه. ماشي يا ستي ماشي. في الغدا ده انا راضيه بيه. انا حطيت حبه الزيت دولت يا حبايب قلبي هيقدحوا، وحد الفراخ بتاعتي صدمه. اخرط البصله. بطلت انا تعبت من الكلام معاه على حوار السكاكين. يلا هشتغل واسكت، ما انا لازم اسكت. عايزه اقول لك ان انا محميها لما عيني وجعتني كمان. انا سن الا سكاكيني انا بقى حاجه تانية. سكاكيني انا حاجه تانية. والله العظيم اختفت ملاقياه. ما انا دي السكينه دي اتاخدت انا عارفه. شحتيها؟ والله ابدا. قولي الصراحه. والله ابدا. لو حد يعني اديتها لحد، بس انا عارفاكي يا مرمر يا حبيبتي. انا عارفاكي. حبايب قلبي عاملين ايه؟ ايه يا ام وعد يا رغايه؟ لا والله انا بحب ان انتوا تشاركوني يومي وتبقوا معايا خطوه بخطوه، مع ان بقى ربنا كرمنا بقالنا فتره ما فيش شغل. والله يا حبايبي مع غلو الحاجه الدنيا غلي قوي 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 يا حبايب قلبي، فعشان كده فعلا الشغل مريح. ربنا يصلح الحال يا رب، ويصلح لنا حالنا وحالكم ويسر الامور يا رب. يا رب ييسر الامور كده على دخلة رمضان يا حبايب قلبي، وامر الله خير. ربنا ما يريدش حاجه وحشه ابدا. هعمل لك الفراخ يا حبيبه قلبي زي ما انت عايز. على النار. علي. اكبر حته فرخه انت هتاخديها يا روحي. طبعا. لا مش طبعا يا مني، يعني هي تاخد اكبر حته ولا لا؟ ليه وانت ان شاء الله تكون الملعب قدام الكل. جايه تعبانه هي الشغل خلاص وربنا تمام. بس لو نحط السمنه ببقنا يا بنت قلبي يا مستعجله انت كمان. هي عادتك ولا ايه؟ دول حبه فلفل اسود حطيتهم كده يا حبايب قلبي على الفراخ. اما بياخد تشويحه الفلفل الاسود مع اي لحوم اولا بدأ ريحه الزفاره، وانا ادحل الفراخ معاها كويس قوي يا حبايب قلبي. خدي يا حبيبه قلبي اتفضلي. ادي الشعريه حمريها ما تخليهاش بيضه. معلقه كتير. بتنسي يا حبيبتي؟ بتنسي تاكلي؟ لا هو انت انا ناسيه. امال المعلقه ولا معلقه كتير ولا تسيبهاش. حد حبيبي قوي بيقول لي النهارده بقى يا اميره بيكلمنا عن الاطلاق. بيقول لي ايه بقى؟ انتوا بقالك كام سنه انت وام ايه مع بعض؟ لا الظاهر ده هيقولنا عين هنيجي ورا. صح كده؟ قولوا لنا انا لسه عارفاها من يومين.
ايه ده؟ انت بتعلمينا الكذب. خلي بالك يا بنت قلبي، اولادك ما تبقيش تجيبوهم هنا عشان ما يتعلموش الكذب. لا ما تقلقيش مش هجيبهم هنا خالص. هو ايه اللي مزعله؟ يعني ايه اللي مزعله؟ بقالها بس كام سنه بقالها يوم. يا أميرة عشان بصي، يعني أحلى حاجة في الدنيا دي الإخلاص، إن يكونوا اتنين مخلصين لبعض في كل شيء. الإخلاص مش كلمة بتتقال، الإخلاص منها الأمانة والصدق، الأمانة في كل حاجة، في المشاعر وفي الحب وفي المعاملة يا حبايب قلبي. أيوة الإخلاص في المعاملة، إن إحنا نكون مع بعض على الحلوة وعلى الوحشة. إن أنا إيه يعني بيقول لي إيه يعني أنت ما بتمشيش كده ومعايا ممكن تبيع شنطة رقاق وما تقولكيش، ده نوع من نوع الإخلاص. لا ما عندناش كده خالص. احنا يومنا يا حبايب قلبي بقالنا 20 سنة مع بعض، في عايشين مفيش عايشين. ربنا بيبعت الرزق عشان عارف ان احنا حملنا تقيل قوي، وربنا بيدي الكتف اللي بيقدر يشيل. احنا علمنا وكبرنا وجوزنا، وعقبال بنت قلبي يا رب كده نفرح بها الايام الجايه دي. طبعا انتوا عارفين بنت قلبي مين؟ هي الوحيده اللي بتقول يا منمن. انتوا بقى قولوا لي هي مين؟ مرايا يا لا طبعا لو عارفين هي مين تقول لنا في التعليقات. بتقولي ايه؟ بقول لك مرايا يا لا طبعا. مالكوش دعوه بيه. ايوه بمرح كده مش قادرين عليها غلط. او يا شيخه. فرحت تحت كده يا حبايب قلبي، اديتها صدمه زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين انا بعمل اي حاجه يا اميره مش عشان انت كمان اللي طلبت الفراخ كده، عشان بنت قلبي قالت لي يا منمن انت المره اللي فاتت عملتي صينيه البطاطس عجبتني، فاعملي لي صينيه البطاطس زي ما عملتها قبل كده. هي بصراحه ربنا اي حاجه تظهر منك، حتى المخلل حتى المخلل توصل من تحت. بلاش موضوع المخلل ده بلاش. فانا عملتها لبنت قلبي عشان هي بتحبها كده. ادي البصل بتاعنا ما دعكتوش ليه ببعض يا ام وعلا، هنكرمله مع الفرخه مع نص الفرخه. وادي بقيه البهارات بتاعتنا يا حبايب قلبي، كزبره، كمون، صدقوني انتوا طبعا شطار وزي الفل، جربوا الطريقه دي جميله جميله. الله عليك يا معايا. انت الشعريه بتخلي التحليل. طب خلي بالك من الشعريه، خليها موحده. حطيتي حبه ملح وانت بتحمريها؟ لا لسه هحط. بصي بقى وانت بتحمري الشعريه تحطي الملح. ليه؟ الشعريه كلها تبقى موحده وتبقى كلها شبه بعضها، عشان لو احنا مش حاطين ايدام كتير يعني الماده الدهنيه سواء سمنه او زيت. الله عليك يا ام ريا. هات الرز يا غاليه. هات الرز يا ام. وحياة ربنا مستعجله عشان تاكل. هي مستعجله يا حبايب قلبي، خالتي المستعجله على الاكل، بس هي معاها حق الصراحه، هي تعبت النهارده. على فكره انا عجنت العجين على العجان وانا اللي قطعت. ماشي يا بس ما فيش، وانا اللي باخدك يا تقول قدام البتاع بس على زي ما قاعد على العجله كده وترقي بس زي البطه وهي قاعده. تعرفي ترقي زيك؟ تعرفي تكوني بطه زيها؟ انا انت اللي عايزه لا بطه ولا بيضه. ما تعرفيش البطه دلوقتي غالي يا جماعه. طب ما هو ده اللي بنقوله لك. شفتي بقى؟ زيها البط غالي. وبعدين خلي بالك انا بموت في البط والله، وبموت في كبده البط. لا كبده البط اللي بالك من اللي بناكل على الله. ايه؟ ده احنا اللي بنموت فيك يا بط. انت اللي بنموت فيك يا ماما. لا اله الا الله. حقوقك ربنا يا بنتي يكفينا شر الحاقدين يا رب. اللهم امين اللهم امين. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. الفراخ اتفرملت. بص بقى لسه
يا ام وعد الفلفل مش كتير، بنت قلبي بتحب الحاجه الحراقه، واحنا عشان بنت قلبي بتحبها. بنت قلب الميه روحي يا بنتي وريني. الله 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 الله، ولا مش مثل الزرع يا ولاد. بألف هنا وشفا للي هياكل، بألف هنا وشفا. بسم الله ما شاء الله. بنتكلم يا حبايب قلبي بقى زي ما قلنا كده على الإخلاص. الإخلاص بيبقى في كل شيء يا حبايب قلبي، مخلصين في عملنا، مخلصين مع حبايبنا، مخلصين مع نفسينا، ما بنضرش حد، ما بنتكلمش على حد إلا النميمة. مش عايزين الغيبة يا حبايب قلبي، إن حد يبقى قاعد ويمشي نتكلم عليه، إلا الغيبة يا حبايب قلبي. وعلى قد ما نقدر لو ردينا رد حسن قدرنا عليه نرد، ما قدرناش نسكت أحسن، عشان ولا اللي بيسمع يرتكب ذنب ولا احنا كمان نرتكب ذنب. الله الله يا معلم، الله يا شيف شربين، الله احلى صينيه بطاطس يا ولاد. والنبي الشيف شربيني ربنا يديله الصحة يا رب، يا رب يديله الصحة ويبارك في عمره، حد محترم. قابلتيه قبل كده يا ميمي؟ لا أنا كنت مع ابنه، كنت مع علاء، رحت معاه بره ببرنامج، حد محترم جدا وحد شيك جدا جدا، وحد من اللي هما بيجبروا الخواطر قوي يا آية بجد. علاء الشربيني من الناس اللي بتجبر الخاطر. الرز بتاعي على النار وصينيه البطاطس هتخلص وادخلها الفرن وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي مع بعض. بحبكم في الله. حبايب قلبي صلوا على النبي. ادي الرز بتاعنا بعد ما خلصنا، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. عمايل ام ايه يا ولاد. غيرتي يا منى بس خلصت. حاضر حاضر. وادي حبايب قلبي صينيه البطاطس في الفراخ اللي على ايه؟ على فكره احنا ما على دخلناش قدنا. في الفرن عشان احنا جعانين. الفرن ده ركناه على جنب دلوقتي. حبايب قلبي لو كنت دخلتها الفرن ما كنتش هلاقيه، اول ما اطير وشي مش هلاقيه، فعشان كده احنا انجزنا، عملنا الاكل كله على الشعله، وقلت ايه اوريهولكم. بنختم على الاخلاص، حبوا بعض، ما نتكلمش على بعض، الغيبه لا، النميمه لا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوني في اللايك والشير والاشتراك في القناه، بحبكم في الله.